رئيس المحكمة المستقيل في محاكمة صدام حسين يتحدث. نحن مشكلتنا في العراق عدم وجود محاكمات عادلة. فهل لك الآن أن تضع النقاط على الحروف في أسباب استقالتك بالذات؟ هناك ضغوط. أنا أدري هنالك ضغط عليك. هناك ضغوط. أدري هنالك ضغط عليك. هناك ضغوط. القاضي رزكار محمد أمين. هل كان الرئيس السابق صدام حسين سيلقى ربما عقوبة أقل لو حكم في محكمة دولية؟ أنا أتركه للتاريخ. هل لك أن تقول لنا سيد رزكار، هل كانت محاكمة صدام حسين يعني نزيهة؟ وجيء بقاض حكم عليه صدام مرتين بالمؤبد. جيء بعدو حاقد لصدام. انت تنسى ولا تنقص عن وعدك؟ اي الحالية؟ القاضي لا ينسى ولا ينقص. انت نعم، احنا نعطيك فرصة نعم، الكلام. هذه هي صفة ما القاضي. نعطيك فرصة تهجم على المحكمة. لا انا ما اتهجم. شوف، تريد اتهجم واقول اتهجم. يا حضرة الاستاذ رؤوف، لا القاضي يعني مو ما ادري، يعني لازم اتاكد. اي من فضلك، انت رجل محامي كنت محكوم عليك مرتين، تمام لو لا؟ محكوم عليك مرتين. لا محكوم عليك مرتين، ومرة محكوم عليك في زمني وانا حكيت عنك. تقول على صدام انا اللي نوانا بالمكارم نجاسي.